السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الشيف سهيلة ديزاد. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة لي سوفلي سهلين اقتصاديين بمكونات موجودين في كل بيت. إن شاء الله حبيباتي لا فيديو تاع اليوم تنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالجام. إلا كنتي حبيبتي أول مرة تشوفي القناة نقولك ما تسترديش باش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. حبيباتي بداو لي لا فيديو بالجام هكا باش تشجعوني، وكذلك ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم ولو قليل بنقطة هكا باش الفيديو يوصل لأكبر أعداد. ودوكا ندخلوا في الوصفة نتاعنا ونبداو أول حاجة وهي الحشو. دائما نبداو بالحشو باسكو الحشو نسناوه يبرد لنا هكا باش ما يقطعناش العجينة نتاعنا. هنايا في مقلاة نديرو كمية تاع الزيت، يعني قيس 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع الزيت. هنايا جبت 2 حبات تاع البصلة ولا 3، نقطعوهم شوية شوية، يعني يكون التقطع ديالهم رقيق، ماشي مربيين بزاف، باسكو شوفوا اي حشوه نتاعكم ديروا فيها البصله تكون مربيه بزاف ما راحش تجيكم بنينه كيما دي تكون مقطعه مربعات هكا يكونوا صغار، وتخليوها تتقلى لكم على خاطرها حتى تولي لكم مكرمله. والبصله نتاعكم كي تولي مكرمله راح تعطيكم حلبنه ما شاء الله. هنايا درت البصله نتاعي وخليتها تتقلى، ودرت لها رشه تاع الملح ولا مغرفه صغيره تاع الملح، الكميه اللي تحتاجها تاع الملح، باسكو البصله كي ديروا لها الملح وتخليوها تتقلى راح تتقلى لكم مليح. هنايا حبيباتي بعد ما تقلات لي راح نضيف عليها 2 حبات تاع طوماطيش مربيين. انا هنا استعملت طوماطيش تاع الكونجيلاتور كنت ربيتها وخليتها طيب لنا هاد لاصوص. وهنايا زدت لها تانيك مغرفه صغيره تاع لاصوص طوماط وخليتها تتقلى. من بعد كي بدات تتقلى طيفت عليها شويه تاع صدر الدجاج مرحي. هنايا كنت متبلاتو، هذا صدر الدجاج المرحي كنت متبلاتو، درت له شويه كمون شويه فلفل الكحل شويه قزبر فلفل الاحمر. شوفوا مهم التوابل كل وحده دير على حساب واش هي تبغي. أنا الأغلبية في التوابل تاع صدر الدجاج ندير توابل تاع الشاورما وفلفل الكحل والكمون، هادو هما اللي نديرهم. هنايا زدت لها في الآخر شوية رشة تاع فلفل الكحل، ومن بعد زدت لها زيتون هكا مقطع. نتوما هنايا حبيباتي إلا ما كانش عندكم صدر الدجاج تقدروا تربيو حبة تاع زرودية وحبة تاع الكابوية الخضراء، وتقليوها مع هذيك البصلة. وفي الآخر حبيباتي يعني تضيفوا كامل المكونات اللي درتهم، نحيو غير صدر الدجاج راح تجيكم حل حشو ما شاء الله. نتمنىكم كامل تجربوه. هنايا حبيباتي في الأخير كي الحشو ديالي وجد طفيت له وخليته يرتاح، ونروحوا دركا للعجينة على بركة الله. أنا حبيباتي أنا استعملت البيترا، نتوما تقدروا تستعملوا البيترا ولا تستعملوا يداكم. هنايا درت 2 كيسان تاع الحليب يكونوا دافين، زدت ضفت عليهم 2 مغارف كبار تاع خميرة الخبز، وضفت عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر. هنايا حبيباتي كمية راح تخرج لكم كمية ما شاء الله أكثر من 21 حبة. نتوما إلا حبيتوا تقللوا الكمية نقصوا في الحجم، يعني ديروا غير النص تاع الحليب وتاع الخمارة تاع السكر تاع أي مكون. هنايا حبيباتي من بعد ضفت لها كمية تاع الفرينة، قس كاس تاع الفرينة ولا، وخليتهم يتضربوا مليح حتى ولا هذاك الخليط متجانس. من بعد غطيت عليه وخليتهم حتى يتضاعف الحجم ديالو. هنايا بعد ما تضاعف الحجم ديالو ضفت عليهم 2 حبات تاع البيض، نحيت صفار البيض خليته باش ندهن لي سوفلي من الفوق، ودرت هنايا في العجينه غير بيضه كامله مع بياض بيض. من بعد زدت عليهم نص كاس تاع الزيت ومغرفه صغيره تاع الملح ومغرفه صغيره تاع خميره الحلويات. هنايا خلطت المكونات مليح مع بعضياتهم حتى الخليط ديالنا ولا متجانس. ومن بعد نبدا نضيف الفرينه غير بالتدريج حتى العجينه نتاعنا تنطمنا. شوفوا حبيباتي هاد العجينه تاع لي سوفلي تجيكم هايله هايله بالبزاف. تقدروا ديروا بها هاد العجينه البيتزا الفطائر، يعني ديروا بها شحال من حاجه راح تجيكم هايله. نتمنىكم كامل تجربوها وتبعتوا لي يعني التجربه تاعكم في الانستغرام تاعي الشيف سهيله ديسات. وهنا يا حبيباتي خليت البيترا نتاعي تعجن. ودائما نوصيكم كي تكونوا تستعملوا البيترا ما تفوتوش الرقم 2، يعني الماكسيمو 2، باسكو الا درتيها في 3 ولا 4 وتكون العجينه كبيره راح تخسري البيترا نتاعك. هنايا بعد ما العجينه نتاعنا انطمت لنا درتها تخمر لي. هنايا خمرت لي يعني ماكسيمو 20 دقيقه تكون خامره، وكي يكون البرد يعني راح تشد لكم شويه تاع الوقت. ومهم باش ما تشد لكمش الوقت سخنوا الفرن تاعكم وطفيولو ودخلوا هذيك العجينه نتاعكم تخمر لكم في الفرن، يعني راح تخمر لكم بالخف. انا يا حبيباتي من بعد قسمت هذيك العجينه على زوج، ورشيت السطح العمل نتاعي بالفرينه، وبقيت نحل هذيك العجينه بالحلال. انا هنايا استعملت غير الحلال باش يعني ما عندي هذيك
اللي يخدموا بها لي سوفلي، مي حبيت هذا الطريقه يعني باش اي وحده تقد تخدمه. من بعد جبت هنايا غرفيه، ولا جيبوا نتوما يكون عندكم الشكل دائري، وفتحوا هذوك العجينه نتاعكم. هنايا طميت هذوك كاع اللي زياده، طميتهم وخليتهم تانيك حتى يعاود يطبعوا رواحهم. من بعد كي راح نمشي نشكل، ما راحش نبدا بهم، راح نبدا بالعجينه الاخرى عاده ونروح لهذوك في التالي. هنايا كيما راكم تشوفوا درت هداك الحشو اللي كنت خدمته معاكم وكان بارد، وزدت شويه فرماج تاع البيتزا، وهنايا بلعتهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ما درت لا ما لا فرينه وحليب لا حتى حاجه، غير العجينه تجي روحها تتلاصق يعني تجي ما شاء الله. وهنايا في الاخير ضغطت عليهم بالفرشيطه. وكنت الصينيه ديالي فرشت فيها ورق الزبده، و وكنت ديجا هنايا شعلت الفرن تاعي باش يسخن لي، باش كي ندير لي سوفلي تم يطيبوا لي، يعني ما راحش يشدوا وقت كبير في الفرن. الماكسيموم تاع الطياب ديالهم 7 دقائق 10 دقائق، يعني الا خداو لك وقت بزاف. كي شوفوا سخنوا الفرن تاعكم مليح، ومن بعد ديروه على 200 درجه ولا 220، يعني هاد الفطائر وهاد الصوالح يحبوا الفرن كي يكون سخون مليح. هنايا كملت كامل الفطائر نتاعي معاكم، ودرتهم في الصنيوه. وفي الاخير جبت هذيك صفار البيض اللي كنت زدت عليه شويه تاع الحليب وشويه تاع الخل باش تمشي له هذيك الريحه القاويه. ودهنت كامل هذوك الفطائر من الفوق كما راكم تشوفوا هنا في الصوره، وزدت لهم شويه تاع السانوج. هنا تبقى لكم طريقه التزيين اختياريه، واللي ما عندهاش البيض قد تستغنى عليه في هذه الوصفه عادي، ويجيوكم لي سوفلي ما شاء الله. وفي الاخير دهنوهم غير بالحليب يعني، وراح يعطيكم هذاك اللون الذهبي ما شاء الله. وهنا يا حبيبتي دخلتهم يطيبوا لي كما قلت لكم على 200 درجه بعد ما كنت سخنت الفرن تاعي مليح. وفي الاخير هذا هما لي سوفلي تاعي كيفاش جاو ما شاء الله، جاو بنان هشاش، يعني هما جاو شغلاط هكا من الداخل. نتمنىكم كاع تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. ودوكا حبيباتي نقول لكم وصلتوا لنهايه تاع الفيديو. الا عجبك لا فيديو ما تنساش تخلي لي جيم وكذلك تعليق. ودوكا نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله، ومع السلامه.